طب انت عارفه ليه يا لوجي ان دايما بيبقى بعد الانفصال بنسمع على كميه مشاكل ما بينهم؟ يعني تلاقيهم طول ما هما متجوزين الدنيا تمام وصور على كل البلاتفورم وفرحانين وخروجات وفسح، يتطلقوا النهارده بكره تلاقي كل واحد بيفضح التاني. ده كارثه على فكره، اه. ده هو كارثه. بصي اقولك حاجه، بالنسبه لي ما بتجيش قوي، يعني ما بفكرش فيهم اكتر ما بفكر في الولاد. عشان صح، احنا اللي بنتأذي في الاخر مش برافو هم. عليكي، لان برافو احنا عليكي. انتوا اولا باباهم هيبقى، يعني انا اسمي ايه، لوجيا احمد ريحانه، لو بابايا سميته وحشه بقى سميتي انا كمان وحشه. بالظبط كده، هو بيأثر عليكي فعلا، فعلا دي فعامله حقيقه. بحس انه انا اللي هتضر مش انتوا، وانتوا في الاخر في الاخر ممكن تتصالحوا. بالظبط، او بيعيشوا حياتهم، او كل عارفه. واحد في الاتنين دول ممكن يعيش حياته. يعني فانا هي اللي ممكن هتضر. تتجوز وهو ممكن يتجوز، وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ ان الولاد هم اللي انا هيقعوا في النص. انا اللي يعني هم اللي هيتضروا، هم اللي هيجيلهم حالات نفسية، وهم اللي صحيح. هيكرهوهم قوي ولا هيعرفوا. وممكن كمان يأثر على علاقات العيال ديت بعدين. يعني ممكن البنت او الولد اللي بينشأوا في أسرة حصل فيها مشاكل في الطلاق، هتلاقيهم هم نفسهم خايفين يتجوزوا بعد كده، ولو اتجوزوا عشان هيفتكروا انه كل ده كده. بالظبط، وممكن جدا بعد ما يتجوزوا يكرروا نفس الحاجة تاني. ودي بقى حاجة في علم النفس، ان البني ادم لما احيانا لما يعيش في مشكلة كبيرة بيكررها تاني. ده حاجة في اللاوعي، او يعكسها او يعكسها. على حسب. دي حقيقة. هو بس في نسبة منها ان هو يحصل كده ويبقى، او يبقى خايف خالص من الجواز. ما يتجوزش. يخاف، يبقى فاكر ان كل الجواز اشحال امه وابوه اللي هم احسن اتنين في الدنيا. خلي بالك ان اي ابن في الدنيا بيبقى شايف ان امه احسن ام في الدنيا، وابوه احسن اب في الدنيا. كده. فلو حصل مشكلة ما بين الاتنين دول، فانت وقعتي اهم تمثالين في حياته. انت كسرتيه، كسرتي التمثال اللي هو الرول موديل بتاعه. فلو اتكسر خلاص يبقى كل حاجة بقت وحشة. زي بالظبط لو ابن امه ست مش كويسة، هو هتلاقيه من غير وعي هيبقى شايف ان كل البنات اللي في الدنيا بنات مش كويسة، لان اهم واحدة في صح. حياته اللي هي امه مش كويسة. كويسة. فيبقى كل البنات ايه، خلاص ده بالتبعية ان هم مش كويسين.